السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة صدر حكم محكمة أول درجة في قضية الشحات والشيبي بالحكم في حبس الشحات سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100,000 جنيه. طيب الحكم يعني إيه حبس مع إيقاف التنفيذ؟ المادة 55 بتجيز للمحكمة إذا ارتأت نظرا لاعتبارات معينة في حالة الحكم بالغرامة أو بالحبس الذي لا تتجاوز مدته سنة انها تأمر بايقاف تنفيذ العقوبة. فالمحكمة النهاردة ادته الحد الاقصى المسموح بايقاف تنفيذ العقوبة فيه. طيب يعني ايه تنفيذ العقوبة؟ تنفيذ العقوبة مش شيء في المطلق، بتكون لمدة 3 سنوات، بيكون لما يصدر الحكم النهائي ضد الشحات هو رهن تنفيذ هذه العقوبة اذا ما ارتكب عقوبة تانية خلال مدة 3 سنوات واخذ فيها حكم هينفذ الحكم القديم والجديد. طيب احنا قلنا ان ده كان حكم اول درجة، معناها ان هو لسه فيه درجات تقاضي تانية، فالشحات يملك الحين ان هو يطعن على الحكم بالاستئناف. وما يروح قدام محكمة الاستئناف، محكمة الاستئناف قدامها انها تقضي يعني واحد من اتنين، يا اما انها تؤيد الحكم كما صدر من محكمة اول درجة، او انها تقضي بتخفيف العقوبة او بإلغاء العقوبة، لكنها لا تملك انها تزيد في مدة العقوبة الصادرة من اول درجة، لان طبقا للقاعدة القانونية لا يضار الطاعن بطعنه. يعني مش معقولة ان انا رايح استأنف واتظلم ان انا واخد سنة تقوم المحكمة تقول لي طب يلا هخليهم لك 2. ما فيش الكلام ده. فلسه قدامه في اجراءات تقاضي. الحكم يعني الحكم مش لحد الان مش حكم نهائي، لما يستنفذ درجات التقاضي بتاعته ان شاء الله. طيب بمجرد صدور الحكم ده النادي الاهلي يقدر يعمل ايه؟ النادي الاهلي يقدر دلوقتي ان هو هيستصدر صورة رسمية من الحكم ده ويجهز الفايل بتاعه ويطلع به على الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويشكو الاتحاد المصري لكرة القدم. لا هيشكو اللاعب ولا النادي اللي ينتمي ليه اللاعب، هيشكو الاتحاد المصري لكرة القدم ان هو سمح للاعب باللجوء للقضاء بالمخالفة للوائح الاتحاد الدولي. والعقوبة اللي هتنتظر الشيبي في الحالة دي هي الشطب نهائيا، انه لا يقدر يلعب لا محلي ولا دولي، وهيكون ايقاف بيراميدز عن ممارسة النشاط الرياضي. الشيبي يقدر يكمل، لكن بعد ما يصير الحكم النهائي، بعد ما الشحات يستنفذ طرق الطعن اللي اجازها له القانون، الشيبي هيكمل بعد كده ان هو يرجع عليه بالتعويض في حالة عدم تبرئته. لما ياخد حكم هيرجع عليه بالتعويض المدني، يعني هتكون العملية تعويض مدني، مبلغ تحكم به المحكمة يندفع للشيبي. فالاهلي دلوقتي يقدر ياخد الحكم زي ما قلنا ويجهز الفايل بتاعه ويطلع به على الاتحاد الدولي، حتى بالحكم اول درجة مش بالضرورة ان هو ينتظر لما يصير الحكم نهائي، لانه طبعا يعني كان بانتظار صدور قرار من اتحاد الكرة او لجنة الانضباط او خلاف في الدرجات اللي عندنا، وده ما حصلش. فدلوقتي بقى عندك مستند ان هو صدر من المحكمة، المحاكم المدنية او العادية زي ما البعض عايز يقول، عشان يقول لك ده مش مدنية ده جنائية. فيبقى ياخد الحكم ده ويطلع به يشكو اتحاد الكرة اللي هو تخاذل وما خدش اجراء ضد اللاعب طبقا للوائح الفيفا. في الحالة دي الخاسر الأكبر هو الشيبي والنادي بيراميدز. اعتذار من الشحات ما فيش اعتذار، اعتذار من النادي الأهلي ما فيش اعتذار، تراجع بعد اللي حصل ده ما فيش تراجع. الشيبي هياخد تعويض مدني، ياخد تعويض مدني. والنادي الأهلي دلوقتي مطالب ان هو يلغي العقوبة اللي وقعها على حسين الشحات، ال500,000 جنيه اللي خصموا على اللاعب، مطالب ان هو يتراجع في العقوبة ديت. احنا في انتظار اللي هيعمله النادي الاهلي، وكلنا ثقة ان شاء الله انه هيسلك المسلك ده، وخلاص خليها قانون في قانون وخليها لوائح في لوائح، ونشوف مين في الاخر هيكسب. احنا كجمهور للنادي الاهلي لا نقبل الاعتذار للشيبي، والشيبي معروف في الوسط الرياضي باخلاقه، يعني دي مش الواقعة الوحيدة اللي حصلت منه، يعني هو حتى في المغرب برضه كان ليه نفس التصرفات دي. مع الاعتذار للاخوة في المغرب،
يعني لم نتجنى عليكم، ويعني انتم كلكم فوق الروس، لكن اللي عملوا الشبي خطأ، وخطأ فادح كمان.